قبل فترة وصلتني دعوة لإيفنت اسمه بريدج سمت، وأنه أنا عندي فقرة وراح أكون متحدث عن الأكل والبزنس. بسم الله ننطلق لأبو ظبي. طبعا بالطريق راجعنا الأسئلة والمحاور مع الماركتينج مانجر، وناقشنا أمور تسويق خاصة راح نسويها في مطعم يابا. حتنسوق للبريكفاست وحفلة النيو يير. والله حرام إذا فهمت شغله. والله أنا فهمت. والحمد لله وصلنا بخير وسلامة لمكان الإيفنت. المكان عملاق بكمية شركات بمختلف المجالات، تقنية، ترفيه، شركات سوشيال ميديا. أخذنا جولة بالمكان، كان أكو سيارة فورمولا 1، بس أحلى شيء كان أكو 2 روبوتس يلعبون ملاكمة. وراها لعبنا لعبة هذه الباك مان، وأكيد إحنا فزنا بلا ما نعرف إحنا فزنا. بعدها سوينا مقابلة، مقابلتين، 3، وأنا هاي الرابعة كلش حبيتها. وهسه صار وقت الفقرة مالتي. رحنا للستيج مال الانستغرام وتوجهنا للباك ستيج. هنا راح نضبط كل شيء قبل ما نطلع للستيج. بلشنا الجلسة وكانت حلوة وخفيفة، ناقشنا وياكم بعض الأمور تتعلق بالسوشيال ميديا والأكل وشلون نطوره. المنتج هذا ناخذه من العراق ونطلعه نجيبه في دول الخليج، نسوي له لوكلايزيشن، نعدل عليه الشغلات اللي يحبوها، نضيف تكستشر، نضيف نكهة معينة، نغير البرزنتيشن مالته شوية. يلا شكرا لكم كثير شيف شهي، شكرا لكم على الحضور. كملنا كل شيء، باقي لي شويه والطياره مالتي لازم اروح اسافر. التجربه كانت كلش حلوه. اكثر شيء احبه لما ادخل مكان ويجون الشفات المسؤولين على هذا المكان يطلعون يسلمون ونحكي وياهم ونشوف شنو يشتغلون. هاي كلش يعني تاثر بيه، يعني احس تعبهم هم وراء الكواليس. وخلص اليوم ومباشره طلعنا للمطار. عندي ايفنت ثاني في قطر في مالدا.